هل يرحل ليفاندوفسكي عن برشلونة؟ الغموض يزداد قبل الأشهر الحاسمة. بيدري يوجه رسالة دعم قوية لأراوخو، وبرشلونة وأوروجواي يتحركان لإنقاذ المدافع نفسياً. هاري كين يوجه صدمة جديدة لبرشلونة لخلافة ليفاندوفسكي. تصريح ناري من ليونيل ميسي: برشلونة يعود ليخيف أوروبا، وأنا دائما معكم بقلبي. وإذا كنت من محبي ومتابعين نادي برشلونة، لا تنسى الاشتراك في القناة وعمل لايك ومتابعة لصفحتنا. وهيا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يرحل ليفاندوفسكي عن برشلونة؟ الغموض يزداد قبل الأشهر الحاسمة. تزداد علامات الاستفهام حول مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي داخل نادي برشلونة، مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة في ظل تراجع الدور التهديفي للنجم المخضرم واهتمام عدة أندية بالحصول على خدماته. ووفقا لصحيفة سبورت الكتالونية، فقد تلقى ليفاندوفسكي مجموعة من العروض من الدوري السعودي والدوري الأمريكي، إلى جانب عرض بارز من إي سي ميلان، الذي عقد اجتماعا مباشرا مع اللاعب لعرض مشروعه الرياضي وخطة الاعتماد عليه. ويعد عرض ميلان بحسب التقرير هو الخيار المفضل لليفاندوفسكي وعائلته، بفضل رغبتهم في خوض تجربة المعيشة في إيطاليا. وعلى الرغم من أن عقد الهداف البولندي يمتد حتى صيف 2026، إلا أن إدارة برشلونة لم تبدأ حتى الآن أي مفاوضات رسمية للتجديد، في وقت ينتظر فيه النادي قرار المدرب هانزي فليك بشأن احتياجاته للموسم المقبل واللاعبين الذين يرغب في استمرارهم. وتؤكد سبورت أن الوضع المالي في برشلونة لا يزال معقداً، وأن تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا إن تحقق قد يغير الكثير من المخططات، خصوصاً في ظل رغبة فليك في جلب أسماء شابة من الدوري الألماني مثل سعيد الملا كولن وفيسنيك أصلاني هوفنهايم. وفي الجانب الرياضي، يعاني ليفاندوفسكي من جفاف تهديفي حاد في دوري أبطال أوروبا، حيث لم يسجل أي هدف هذا الموسم رغم مشاركته في 5 مباريات، ويمتد عدم تسجيله أوروبياً إلى 9 مباريات متتالية، رغم أنه أحد أبرز هداف الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 8 أهداف. آخر أهدافه في دوري الأبطال يعود إلى 9 أبريل الماضي أمام بوروسيا دورتموند، حين سجل ثنائية في ذهاب ربع النهائي، قبل أن يدخل في صيام تهديفي استمر 8 أشهر حتى الآن. ومع استمرار تراجع أرقامه الأوروبية من جهة، واهتمام أندية كبيرة بخدماته من جهة أخرى، يبقى مستقبل ليفاندوفسكي غامضاً، وسيحسم بنسبة كبيرة في الأشهر الأخيرة من الموسم، حين يقرر برشلونة فنياً ومالياً ما إذا كان استمرار الهداف البولندي هو الخيار الأنسب للفريق. بيدري يوجه رسالة دعم قوية لأراوخو، وبرشلونة وأوروجواي يتحركان لإنقاذ المدافع نفسياً. في لحظة إنسانية لافتة داخل أسوار برشلونة، خرج النجم بيدري جونزاليس بتصريحات مؤثرة أكد فيها وقوف لاعبي الفريق خلف زميلهم رونالد أراوخو، الذي يمر بأزمة نفسية أبعدته مؤقتا عن الملاعب. وعقب الفوز الصعب على أينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا، قال بيدري لتي ان تي سبورتس إن أراوخو يمر بقضية ليست سهلة إطلاقا، مشيرا إلى أنه تحدث معه شخصيا لدعمه خلال هذه المرحلة الحساسة. وأضاف لاعب الوسط الشاب: رونالد بالنسبة لي مثل الأخ، نحبه كثيرا ونحتاجه كثيرا داخل الملعب وخارجه، كلنا نرتكب الأخطاء، وأتمنى أن يعود قريبا عندما يكون جاهزا. وكان المدافع الأوروجوياني قد طلب إجازة من النادي بعد تعرضه لضغوط كبيرة، خاصة عقب طرده في مواجهة تشيلسي التي انتهت بخسارة برشلونة 3-0 في دوري الأبطال، وما تبع ذلك من انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. أراوخو يقضي حاليا فترة ابتعاد عن كرة القدم، يزور خلالها أماكن مقدسة في القدس في محاولة لاستعادة الهدوء والتوازن النفسي. وقد وافق النادي والمدرب هانز فليك على منحه إجازة مفتوحة بدون تحديد موعد للعودة. وفي خطوة تعكس حجم التقدير الذي يحظى به اللاعب، نشر الحساب الرسمي لمنتخب أوروجواي صورة لأراوخو مرفقة برسالة قصيرة مؤثرة: نحن معك يا أراوخو. هذا الدعم لم يمر مرور الكرام في برشلونة، حيث أكدت الإدارة أنها لن تتسرع في استعادة اللاعب، معتبرة أن جاهزيته النفسية أهم بكثير من أي ضغط تنافسي. ويأتي هذا الدعم المتواصل في وقت استعاد فيه برشلونة توازنه الأوروبي بفوز ثمين على أينتراخت فرانكفورت 2-1 في كامب نو، ليواصل الفريق صحوته محليا وقاريا رغم غياب أحد أهم ركائز دفاعه.
رغم الأزمة، يظهر داخل برشلونة إجماع كامل. الفريق لن يترك أراوخو بمفرده، وسيظل الباب مفتوحا أمام عودته في الوقت المناسب، وبالدعم الكامل من زملائه وجماهيره ومنتخب بلاده. هاري كين يوجه صدمة جديدة لبرشلونة لخلافة ليفاندوفسكي. تلقت إدارة برشلونة ضربة جديدة في ملف التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين ليكون خليفة روبرت ليفاندوفسكي، بعدما كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نجم بايرن ميونخ حسم موقفه رسميا بشأن بند الخروج المبكر. وذكرت صحيفة سبورت أن هاري كين أبلغ إدارة بايرن ميونخ بأنه لن يفعل بند فسخ عقده في صيف 2026، وهو البند الذي تبلغ قيمته 65 مليون يورو، وكان سيسمح له بمغادرة الفريق قبل الموعد المحدد. وبهذا القرار يقطع كين الطريق أمام أي مفاوضات محتملة مع برشلونة، مؤكدا رغبته في الاستمرار لموسم آخر على الأقل داخل الدوري الألماني. وكان برشلونة يراقب موقف كين عن قرب خلال الأشهر الماضية، خصوصا في ظل عدم وضوح مستقبل ليفاندوفسكي. لكن المهاجم الإنجليزي المخضرم اختار عدم الضغط على بايرن ميونخ من أجل الرحيل، ما جعل فرصة انتقاله إلى برشلونة تتلاشى تماما. وتشير التقارير إلى أن كين كان ملزما بإخطار البافاري بقراره في شهر يناير، وهو ما فعله بالفعل ليبقى بايرن الأولوية الأولى بالنسبة له في الوقت الحالي. أما على الجانب الآخر، لا تزال حالة الغموض تحيط بمستقبل روبرت ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده مع برشلونة في عام 2026 دون تحقيق أي تقدم في المفاوضات نحو تجديده. وتؤكد المصادر أن القرار النهائي بشأن استمرار البولندي سيعتمد على أدائه وثبات مستواه ولياقته خلال الموسم، خاصة في ظل تراجع معدله التهديفي الأوروبي. وبالتوازي مع ذلك، بدأ ليفاندوفسكي وممثلوه التواصل مع عدة أندية تحسبا لاحتمال عدم رغبة برشلونة في الإبقاء عليه. تصريح ناري من ليونيل ميسي: برشلونة يعود ليخيف أوروبا، وأنا دائما معكم بقلبي. في إطار التألق الكبير الذي يقدمه برشلونة مؤخرا سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، خرج أسطورة النادي ليونيل ميسي أسطورة برشلونة السابق ولاعب إنتر ميامي الحالي بتصريح ناري عبر فيه عن فخره بما يقدمه الفريق تحت قيادة الألماني هانز فليك، مؤكدا أن برشلونة يسير في الطريق الصحيح لاستعادة مكانته القارية. وجاء في التصريح: تابعت المباريات الأخيرة لبرشلونة، وهذا هو الفريق الذي أعرفه جيدا، فريق شجاع جائع للبطولات، يملك شخصية قوية وهوية لا تموت مهما تغيرت الظروف. الفوز في الليغا ودوري الأبطال ليس صدفة، بل نتيجة عمل كبير يقوم به اللاعبون والجهاز الفني. وأضاف ميسي في التصريح: هانزي فليك أعاد الانضباط والجرأة للفريق، وهناك لاعبون يقدمون مستويات استثنائية من الشباب وحتى أصحاب الخبرة: بيدري، يامال، رافينيا، فيرمين، وخوان غارسيا، الجميع يلعب بروح برشلونة. وقبل المواجهة المرتقبة أمام أوساسونا يوم السبت، قال ميسي ضمن التصريح: هذه المباراة ستكون مهمة جدا للاستمرار في الديناميكية الإيجابية. إذا لعب برشلونة بالتركيز نفسه، فسيكون من الصعب جدا على أي فريق إيقافه. واختتم الأسطورة الأرجنتينية تصريحه برسالة مؤثرة حملت الكثير من الحنين: أفتقد جماهير برشلونة كثيرا، وأفتقد شعور الدخول إلى أرضية كامب نو. سيظل هذا المكان جزءا من قلبي مهما طال الزمن. أتمنى للفريق كل النجاح، وسأظل دائما واحدا منكم.